انت محتاج ايه علشان تتواصل مع نفسك؟ محتاج تعرف مشاعرك وتديرها كويس، لان المشاعر الغير مفهومة مشاعر مش هتقدر تديرها غير مدارة، والمشاعر الغير مدارة دين لازم تسدده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة واحنا في الفيديو الرابع من كورس الذكاء العاطفي، وبننتقل لمرحلة مهمة جدا وهي محور الكورس ده، وهي تواصلك مع نفسك. لو انا رايح مشوار مش عارف اي حاجة فيه، بعمل ايه؟ بشغل الGPS، فبيطلب مني الموقع الحالي ليا. لو الGPS معرفش موقعي الحالي مش هيقبل مني الرحلة أصلا. هي نفس الفكرة، أنا بطلب من الآخر أنه يحسن علاقاتي بيا، وبطلب من الآخر أنه يتواصل معايا بشكل كويس، وبشتكي دايما ان محدش فاهمني، وانا بذات نفسي مش متصل مع نفسي. وبتواصل مع نفسي ده من خلال ايه؟ من خلال اني اعرف مشاعري، اعرف نفسي الاول، وبعد كده اوتوماتيك هقدر بسهولة جدا اني اتواصل مع الاخر. في قصة جميلة قوي لنبي زهق من الناس اللي هو بيدعوهم الى الله انهم مش بيستجيبوا ليه ولا لدعوته، فقرر يمشي ويسيبهم. حصل حالة من مشاعر الغضب الغير مدارة وصلته لانه يمشي ويسيب الناس دول. ايه اللي حصل؟ ابتلعوا الحوت. فترة وجوده في بطن الحوت قدر ان هو يتواصل مع نفسه كويس، وعرف انه كان عايز انه يتواصل مع الناس، وده كان كل همه. لما قعد مع نفسه وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ساعتها فهم كويس جدا المغزى من وجوده في بطن الحوت وقعدته مع نفسه وتواصله مع ذاته. بالتالي هيكون تواصله مع الناس ابسط واسهل. والايات بتكمل بعد كده وبتقول ومتعناهم الى حين، وديت النتيجة اللي كانت متوقعة، ان الانسان لما بيقدر ان هو يتواصل مع نفسه بطريقة كويسة ويفهم مشاعره ويقدر يطور نفسه، اوتوماتيك بيقدر ان هو يتواصل مع الاخرين بشكل بسيط وبشكل عادي جدا. هي قصص الانبياء مش علشان تتقال قبل النوم، لا، هي حالة كلنا بنعيشها. انت محتاج ايه علشان تتواصل مع نفسك؟ محتاج تعرف مشاعرك وتديرها كويس، لان المشاعر الغير مفهومة مشاعر مش هتقدر تديرها غير مدارة، والمشاعر الغير مدارة دين لازم تسدده. لو حصل حالة غضب وانكرتها، لو حصل حالة غضب وغصت فيها، لو حصل اي حالة وتجنبتها، اوتوماتيك بعد كده لو ما قدرتش ان انت تدير مشاعرك وتعرف ايه سبب مشاعر الغضب دي وتقدر ان انت تسميها وتقول ايه اللي كان السبب فيها، فمش هتقدر تتطور، وبالتالي هيكون واجب عليك ودين لازم تسدده ان انت تنفجر في يوم من الايام. فاحنا هنا علشان نفهم، وبنفهم علشان ندير مشاعرنا كويس. سؤال، هو ايه اهمية اني اتواصل مع نفسي اصلا؟ أول حاجة علشان تزكي نفسك وتطورها، ربنا بيقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، من كتمها وغماها وغطاها وما قدرش إن هو يطورها. والمشاعر هي جميلة لدرجة إنك سبحان الله أي شعور إيجابي بتحب تكرره، وأي شعور سلبي أنت بتبعد عنه. لكن الشعور السلبي ده أنت معرفتش هو جاي ليه. أقول لك، هو جاي علشان يزكيك ويطورك للأحسن. كم من مشاعر كانت سبب في تقدم ناس وارتقائهم وتميزهم وتغير وجهتهم. تاني حاجة، بتتواصل مع نفسك علشان تكون قائد حياتك. يعني ما تصرفش مباشرة مع أي مشاعر بتجيلي. احنا عندنا مشاعر متخزنة قديمة كتير من فترة التربية وغيرها. العقل الواعي بيكون أهميته كبيرة جدا في الوقت ده. مثال على قيادة مشاعري، واحد كسر عليا بالعربية، هعمل ايه؟ هل هكسر عليه اوتوماتيك انا كمان، ولا اتماسك وافكر وابدأ اخد قرار؟ هنا وجود العقل الواعي. هبدأ اخد قرار. هتقول لي هو انا لسه هفكر وهاخد قرار، او حصل وجري انا افضل في مشاعري ديت؟ هقول لك، ما هو في البداية هي عبارة عن عضلة. العضلة دي لو بدأنا ننميها، العضلة دي من وقت للتاني هتكبر. لو انت رحت الجيم والكابتن اللي موجود في الجيم لقى ان في عضلة عندك ضعيفة ومحتاجة تتقوى، هيعمل ايه؟ هيكتر لك الاوزان على العضلة دي. ساعتها انت هتقول له انت ليه مكتر لي؟ ولا انت هتكون فاهم
ولله المثل الأعلى. ربنا بيجيب لك مشاعر بيكررها لك في مواقف معينة شبه بعضها في النهاية، علشان مطلوب من حضرتك ان انت تقوي العضلة دي. المشاعر دي المفروض ان هي ما تكونش موجودة، والمفروض ان هي تتطور. اقبل بالمشاعر وابدأ ان انا اخد قرار وابدأ اشوف المشكلة فين، وابدأ اخد السعي المطلوب لاني اوصل للمقابل للمشاعر دي. لو انا عندي مشاعر الغضب، يبقى انا عايز مشاعر الهدوء والراحة والسكينة، واني اكون عندي شيء من الحكمة، او ابدأ اخد خطوات في اني امشي في طريقي او في السعي ليوصلني للطريق التاني. وبالتالي كده انا فهمت المغزى اللي جاي من ورا المشاعر السلبية دي. طيب بدون ما افكر ورحت كاسر عليه على طول، اذا انا كده ما بقيتش قائد حياتي، انا كده بقيت تابع لمشاعري، تابع لمشاعر الغضب هي اللي بتقودني، وبالتالي المشاعر هتفضل توديني وتجيبني. وسبحان الله احنا جايين الدنيا دي اصلا علشان نتزكى. لو ما اخدتش بالي زي ما قلت من مشاعري، مش هقدر ان انا اتطور خالص، هفضل واقف في مكاني. واحنا جايين الدنيا علشان النهاردة يبقى افضل من امبارح. تالت اهمية لاني اتواصل مع نفسي، ان فعلا ربنا مسخر ليا كل شيء، مسخر ليا كل شيء في الكون ده. وبدون ما اتواصل مع نفسي تواصل حقيقي، مش هيحصل عملية التسخير دي. زي ما بنقول مش هقدر اني اروح للآخر غير لما أروح لنفسي الأول. أحدد موقعي الآن على الخريطة وأتواصل مع نفسي، وأعرف وأحدد وأسمي مشاعري وأفهمها، وبالتالي يحصل عملية التطور. السنة دي أفضل من السنة اللي فاتت، والنهاردة أحسن من امبارح، وده أهمية إني أتواصل مع نفسي. طيب هل ربنا بيتواصل معانا تواصل فردي؟ احنا بس اللي بنتواصل معاه من خلال الصلاة او من خلال الحاجات اللي احنا بنتواصل معاها مع ربنا، ولا هو التواصل مع ربنا رايح جاي؟ هو بيتواصل معانا واحنا بنتواصل معاه؟ لا، هو ربنا في الحقيقة بيتواصل معانا 24 ساعة، بس بيتواصل معانا من خلال ايه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي ان شاء الله. لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه، وما تنساش اني مشاركتك معانا بتجربة ليك. التجربة دي في الموضوع ده طبعا التجربة دي بمثابة نور لناس دلوقتي هم في الضلمة. وأحب أختم كلامي بمقولة بتقول: أينما وضعت عقلك وقلبك فستجد نتائج النجاح بين يديك. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.